عمليتك لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بكرة. اوعى تنسى أهم شرط قبل دخول العمليات اللي هو الصيام. الصيام قبل أي جراحة تحت مخدر عام مش رفاهية، ده شرط أساسي لحمايتك أثناء البنج. لو هتدخل عملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي، طبيب التخدير هيطلب منك صيام على الأقل لمدة 6 ل 8 ساعات. ممكن تشرب مية فقط من غير سكر أو لبن حتى قبل العملية بساعتين لثلاث ساعات، إلا إذا الطبيب قال غير كده. ليه الصيام مهم؟ لأن المعدة لو كانت مليانة أثناء التخدير فخطر إن محتوياتها تطلع ويدخل جزء منها في مجرى التنفس، وده ممكن يسبب اختناق أو التهاب رئوي حاد. لو نسيت تصوم، العملية ممكن تتأجل لنفس اليوم حفاظا على سلامتك. قبل العملية اتبع تعليمات الطبيب بدقة، امتى آخر وجبة، امتى توقف السوائل. الصيام مش إجراء روتيني، ده أمانك الحقيقي على ترابيزة العمليات. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت بنجاوب فيها على أهم 50 سؤال يهموك كمريض حصل عنده قطع في الرباط الصليبي الأمامي. الحلقة اللي جاية هعرفك باقي خطوات التحضير الصحي للجراحة. التحضير يا جماعة قبل عملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي مش بس صيام، في خطوات مهمة لازم تجهزها قبل اليوم الكبير. قبل العملية ب3 ل7 أيام اعمل فحوصات الدم زي السيولة ووظائف الكلى والكبد، صورة دم طبعا، اعمل رسم قلب وأشعة صدر. لو عمرك فوق ال40 سنة أو عندك أي أمراض مزمنة، وقف كل الأدوية المسيلة للدم زي الأسبرين حسب تعليمات طبيبك. قبل العملية ب48 ساعة جهز كل أشعاعاتك، تقاريرك القديمة، كلم شركة التأمين أو جهز التكلفة لو هتدخل خاص. أما قبل العملية ب24 ساعة فالاستحمام بيكون بمطهر مناسب حسب تعليمات طبيبك. خفف الأكل الدسم واشرب سوائل كتير قبل العملية. قص ضوافرك، نظف موضع الركبة كويس، ابعد عن أي كريمات أو عطور يوم العملية. حضر ملابس مريحة واسعة وسهلة يوم الجراحة. أما يوم العملية فالتزم بالصيام زي ما بلغك طبيبك. روح بدري وهادي وخلي حد معاك من العيلة. خليك جاهز للأسئلة اللي هيسألها لك دكتور التخدير وكذلك الممرضة. التحضير مش مجرد إجراءات، ده بيديك أمان نفسي وطبي قبل الجراحة. اتبع كل خطوات التحضير بدقة عشان تدخل عمليتك وانت مطمن جاهز. تابعنا في أهم سلسلة على شبكة الإنترنت هتجاوب لك أهم 50 سؤال بيدوروا في راسك لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي. تجهيزي النفسي والبدني بيزود فرص نجاح الجراحة والتأهيل بعد كده. طيب إيه اللي لازم أعمله قبل العملية؟ ببدأ بالعلاج الطبيعي التحضيري اللي هو بري ريهاب. دي تمرينات لتحسين مدى الحركة، لتقوية العضلات الأمامية والخلفية للفخذ، لتقليل التورم إن وجد، وده بيسهل عليك التعافي بعد العملية. اعرف كل تفاصيل عمليتك. اسأل جراحك ايه نوع الزرعة او الرقعة اللي هنعمل بيها تعويض للرباط اللي اتقطع، قد ايه مدة العملية، ايه خطة التأهيل بعد الجراحة. فهمك بيقلل التوتر وبيزود التزامك. جهز بيتك للراحة بعد العملية. هتحتاج وسادة تحت رجلك، هتحتاج تعمل كمادات تلج باستمرار. كرسي الحمام حاول تعليه عن المستوى الطبيعي. حاول ترتب المكان لتقليل الحركة أول أسبوعين. رتب أجازتك وشغلك، من الأفضل ترتاح على الأقل أول أسبوعين. لو طبيعة شغلك فيها حركة، الجراح بيحدد إمتى ترجع وقد ايه مدة الراحة بدقة. وقف التدخين، نظم اكلك ونام كويس. بلغ الطبيب باي ادوية او امراض مزمنة. اتكلم مع حد خاض نفس التجربة قبلك. خلي هدفك واضح انك ترجع افضل من الاول. العملية لحظة لكن التحضير ليها هو اللي بيحدد نتيجتها. ابدأ من دلوقتي. تابعني في اقوى سلسلة على الانترنت بنجاوب فيها اهم 50 سؤال عن اصابة الرباط الصليبي الامامي. سمعت ان العملية كلها بتتعمل من فتحات صغيرة فعلا، بس ده مش معناها انها عملية بسيطة. عملية الرباط الصليبي بتتعمل بالكامل باستخدام المنظار الجراحي ما يسمى بالارثروسكوبي، يعني من خلال فتحات صغيرة جدا للمفصل، غالبا بتكون من عدد فتحتين لثلاث فتحات لا تتعدى الواحد سنتي. المنظار بيدخل كاميرا صغيرة جدا داخل الركبة، والجراح بيشتغل بأدوات دقيقة يشيل فيها الرباط المقطوع، يحضر مكان الزرعة ويركب الرباط الجديد بدقة عالية. مميزات الجراحة بالمنظار انها جروح صغيرة جدا، يعني ألم أقل، يعني شفاء أسرع بإذن الله. المضاعفات أقل مقارنة بالجراحة المفتوحة. المنظر أوضح داخل المفصل أثناء الجراحة.
معظم المرضى كذلك بيخرجوا من المستشفى في نفس يوم الجراحة، لكن لازم نعرف ان العملية نفسها تظل جراحة معقدة، وده من حيث التحضير. زراعة الرباط تثبيته داخل العظام، يعني فتحاتها صغيرة لكن أهميتها في نفس الوقت كبير. ما تنخدعش أبدا بحجم الجرح، مهم جدا خبرة الجراح ودقة زراعة الرباط الجديد. اسأل طبيبك عن تفاصيل العملية وتأكد انها بالمنظار مع احدث التقنيات. تابعني في اقوى سلسلة على الانترنت هجاوبك فيها على اهم 50 سؤال عن قطع الرباط الصليبي الامامي، وهشرح لك ازاي بتتم العملية خطوة بخطوة من الداخل في الحلقة اللي جاية. قررت اعمل اعادة بناء الرباط الصليبي، يوم العملية قرب، متوتر. تعال اقول لك كل حاجة هتحصل من اول ما توصل المستشفى لحد ما تصحى من البنج. معرفة التفاصيل دي بتخليك اهدى وتخليك مستعد. في يوم جراحة الرباط الصليبي الامامي كل خطوة محسوبة ومكررة يوميا في غرف العمليات. وادي الجدول بتاعنا. بتوصل المستشفى الصبح صايم من 6 ل 8 ساعات بدون اكل او شرب. بتراجع بياناتك، بتوقع على الموافقات، بتقابل طبيب التخدير. نيجي للتحضير قبل دخول العمليات. بتلبس لبس العمليات، بيوصلوا لك كانيولا لاعطاء المحاليل والمضادات الحيويه، بيحطوا لك علامه نحدد بيها مكان الركبه المصابه بقلم خاص. اما ما يخص التخدير فغالبا بيكون تخدير نصفي مع مهدئ خفيف او كلي حسب رغبتك وحاله الجراحه. ما بتحسش باي الم، فقط بتنام وتصحى بعد انتهاء الجراحة. أما بالنسبة للعملية فبتستغرق من 60 ل 90 دقيقة. فيها بيتم تنظيف المفصل بالمنظار ثم تثبيت الرقعة أو الزرعة الجديدة. بنصور لك العملية فيديو وده بيكون للمتابعة. أما بعد الإفاقة فبتروح غرفة الإفاقة، بتتابع مؤشراتك الحيوية. مش انت طبعا، احنا بنتابع لك مؤشراتك الحيوية. كمادات تلج بتبقى على ركبتك، بتبدأ المسكنات مباشرة لتقليل الألم. أما بالنسبة للخروج فبعض الحالات بتخرج في نفس اليوم وده الغالب، أو ممكن تبات ليلة حسب بروتوكول المستشفى. بيتكتب لك إرشادات ما بعد الخروج، وبيكون أهم التعليمات التلج والراحة، جدول بداية العلاج الطبيعي، موعد أول زيارة للطبيب بعد العملية. لاحظ إنك لما بتعرف يومك بالتفصيل القلق بيروح، الثقة بتزيد، بتستعد ذهنيا وجسديا. سجل النقط دي. تابعنا في أقوى سلسلة على الإنترنت بتجاوبك على أهم 50 سؤال بيدوروا في دماغك عن جراحة الرباط الصليبي الأمامي. قرار العملية سهل، لكن اختيار الجراح هو اللي يفرق بين عودة قوية أو انتكاسة مؤلمة. عملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي من أكثر العمليات انتشارا في الطب الرياضي، لكن نجاحها بيعتمد بنسبة كبيرة على خبرة الجراح وفريق التأهيل كذلك. طيب ازاي اختار الجراح الصح؟ اختار جراح متخصص في الطب الرياضي او جراحات الركبة، مش اي جراح عظام. لازم يكون بيجري العمليات دي بانتظام، عنده خبرة فعلية بعدد كبير من الحالات. اسأل عن عدد العمليات اللي بيعملها سنويا. كلما زادت خبرته كلما زادت دقة الجراحة ونجح. اتأكد انه بيعتمد على بروتوكولات تأهيل حديثة، لان الجراحة الحقيقة لوحدها مش كفاية. لازم فريق علاج طبيعي متمرس، ويكون في تواصل بينه وبين الجراح، يوضح لك كل الخيارات، الزراعات المختلفة، احتمالات النجاح والفشل، خطة ما بعد الجراحة. ولازم يكون مركز على هدفك الشخصي. لو رياضي لازم الخطة تناسب عودتك للملعب. لو بتدور على حياة يومية مستقرة لازم الخطة تراعي ده. السمعة والتوصيات في الجراح مهمة. اسأل ناس تبعته، شوف تقييماته، دور على فيديوهاته أو مقالاته لو متاحة. الجراح الكفء مش بس بيعمل العملية، الجراح الشاطر هو اللي يرجعك لحياتك بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن. اختيار جراحك هو أول خطوة حقيقية في طريق التعافي. ما تختارش الأقرب أو الأرخص، اختار الأقدر والأكثر خبرة. تابعني في السلسلة دي وهتفهم كتير عن عمليات الرباط الصليبي